حكاية قديس وشهيد وقصتنا النهارده هنتكلم عن القديسة سارة وأولادها. القديسة سارة اتولدت في أنطاكيا، كانت متزوجة من رجل اسمه سقراطس، وهو كان قائد للملك ديكليديانوس. ده كان مسيحي لكن كان خايف من الملك، فراح عبد الديانة الوثنية ونكر الديانة المسيحية، وبعديها ربنا اداهم ولدين. فخدت سارة الولدين وفكرت إن هي تعمدهم، بس قالت لو أنا عمدتهم في أنطاكيا هيعرفوا كل الموجودين في أنطاكيا، أي حد هيعرف فهيوصل الخبر للملك ديكليديانوس. وراحت خدت سفينة وخدت ولادها وجت من أنطاكيا إلى الإسكندرية، وهي وفي طريقها إلى الإسكندرية حصلت موجة شديدة جدا. الموجة خلت إنه المركبة كانت هتغرق، فهي خافت على الولاد إن هم يغرقوا من غير ما يكونوا اتعمدوا، فقعدت تبص للشرق وتصلي لربنا صلاة جميلة جدا. وبعدين خدت الولاد وراحت غطستهم في المية تاني، وبعديها قالت أعمدكم باسم الآب والابن والروح القدس، وفضلت تغطس كل ولد 3 مرات كأنهم في المعمودية. راحت عورت ثديها وفضلت تاخد من الدم وترشم الولاد كأنها رشمهم بزيت الميرون. لما راحت للإسكندرية وقابلت البابا بطرس قالت له إن هي عايزة تعمد الولاد، فالبابا بطرس حضر مية المعمودية على إن خلاص هيعمد الولاد. كل ما يجي يمسك الطفل وقربه من المية تبقى قطعة تلج، فيستغرب الموضوع اتكرر 3 مرات، فقال لها أنا مش عارف إيه اللي بيحصل ده. بعدين راحت هي حكت له على القصة اللي حصلت معاها، فهم إن هم اتعمدوا في البحر، فقال لها يا بنت المعمودية بتقول مرة واحدة وربنا قبل معموديتهم. وبعدين خدت ولادها ومن اسكندرية ورجعت تاني لأنطاكيا، ولما حكت لجوزها فاتخانق معاه وعمل مشكلة كبيرة وراح قال للملك. ولما قال للملك فالملك أمر إن هم يحضروها هي وأولادها. ولما راحت هي والأولاد فراح الملك قال لها أنت إزاي تزني كده مع المسيحيين؟ قالت له أنا مش زانية، أنا أصلا كنت مسيحية وما زلت مسيحية، أنا ما بقتش وثنية أصلا. أمر بربط إيديها خلفها ووضعوا الأطفال على بطنها وراحوا ولعوا فيها. حصلت إن خرجت ريحة ذكية من أجسادهم واستشهدت القديسة وأولادها. وبعدين أمر إن هم يحضروا له البابا بطرس خادم الشهداء، وكان ده سنة 311. وبركة القديسة وأولادها تكون معانا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.